بقالنا كتير ما بنقفش الوقفة الحلوة دي، ضغط شغل وحاجات ومواضيع وحاجات كتيرة، فإن شاء الله النهارده هنوريكم شوية أحذية حريمي ورجالي مع بعض، يعني فيديو مجموع كده زي ما كنا بنعمل زمان. الفيديو بيكون طويل شوية، اللي بيحب يتفرج على فيديوهات صغيرة احنا بنعمل فيديوهات صغيرة على تيك توك، على انستجرام، فالفيديو ده بيكون طويل شوية، بنعمل له يعني انتشار كل المنصات عندنا. احنا عندنا 4 فروع، فرع في امبابة 20 حجر الأساس، وعندنا فرع مول أركيديا كورنيش النيل الدور الأرضي قدام خير زمان، وعندنا فرع المنظره شارع سيدي كمال من جمال عبد الناصر، وعندنا فرع رابع 45 اسكندريه 45 قدام اسماك الكتعه. دول الاربع فروع بتوعنا. احنا بنشتغل احذيه اصليه فقط، ما بنجيبش ولا كوبي ولا ميرور ولا اي حاجه من الحاجات اللي انتوا بتشوفوها. بعض الموديلات السكتشرز بالاخص بيكون الليبل بتاعها بنوضح من اول لحظه عشان ما نخشش في بعض الجدال مع الناس. بيكون الليبل من هنا احنا شايلينه لاسباب كتير قوي. احنا بنحاول نوفر كل حاجه عليك بسعر كويس واصلي مليون في المية. شاكك في اي حاجه، الشوز اللي تاخده مني اطلع بالتوكيد، هتطمن وهتعرف ان احنا فعلا منتجاتنا اصليه. لو بتلبس اصلي حطيت الشوز في رجليك، انت هتبقى عارف ان ده اصلي من غير كلامي ومن غير كلام اي حد انت بتشوفه على السوشيال ميديا. ويلا عشان ما ناخدش وقت طويل نخش في الفيديو ان شاء الله. هنتفرج على اول قطعه دي يا جماعه، سليب ان، قطعه من القطع المميزه جدا جدا. طبعا احنا عاملين لها فيديو مخصص مفسر. القطعه دي اسمها سويفت فيت، من الحاجات الرايقه قوي اللي انت ممكن تشوفها في سكتشر، تتلبس لوحدها، يعني تقدر تلبسها من غير ما تحط اي رجليك ولا ايديك ولا حاول ان انت تساعد في حاجه. جزمه رايقه جدا يعني. وده مقاس تاني منها، طبعا دي 44 ودي 43 ونص اللي هو اللون الكحلي. شوز محترم وخفيف جدا، مناسب للناس اللي عندها مشاكل في الوزن او كده، ما بتقدرش توطي عشان يعني الحاجات اللي هي دي. سليبر ده او السابو ده يا جماعه تحفه، ما ظهرناهوش ولا مره، دي اول مره نظهره. السابو ده شكله جامد جدا، الناس اللي هي بتحب تلبس حاجه وتروح تصلي او كده. بس ده وش رجله من هنا ضيق شويه، فحضرتك لو بتلبس مثلا مقاس 42 اطلب منه مثلا 44. ليه؟ تلبسه صغير، تلبسه صغير، وبالاخص من هنا مريح جدا جدا. ده في التوكيل بيعدي ال 7000 جنيه. احنا عندنا هنا عليه خصم جامد جدا وسعره مميز، يعني اسال برضو على كل حاجه عشان احنا مش عايزين نقول كل سعر لان الاسعار مختلفه. كل شوز من دول سعره مختلف عن التاني. اديداس رام فالكون 46 تلتين 30 سم طول القدم. هنقول طول القدم اهو، وهنقول كل حاجه. شوز رايق، من الحاجات اللي هي لازم تكون عندك، تحفه. سكتشر او بصوا احنا بنتكلم على موضوع الليبل اهو، بصوا الليبل اهو، احنا الليبل ده من هنا بنشيله اهو. ده سكتشر مقاس 42 ونص. بص الالوانات بتاعته عامله ازاي، بص التفاصيل بتاعت الالوانات تحفه، مرسوم رسمي يعني ما شاء الله، حاجه رايقه قوي قوي قوي. الشوز ده اللي هو البويندر 2، الرباط بتاعه تريتش، مفيش رباط، شكل بس. جالاكسي 6 ام 46 29 سم ونص، من الحاجات الجميله اللي لازم تكون موجوده عندك. الشوز ده اعتمادي قوي، جامد جدا في الجيم، حتى في الخروجات، يعني الناس كلها بقت بتلبس لبس رياضي دلوقتي. شوز محترم قوي يعني. بوما من القطع الرايقه، اصلا بوما ما بتعملش اي حاجه يا جماعه. 41 26 سم ونص طول القدم. طبعا اللي مش عارف يعني ايه سنتي واللي احنا بنقوله ده، كل تيكت من هنا بيكون فيه تفاصيل بتاعه المقاسات باليوروب وباليو اس وباليو كي وبالسي ام كمان. في ناس بتلبس الشوزات بتاعتها بالسنتي. لو انت عارف المقاس بتاعك كويس اعتمد عليه، مش عارفه ادينا المقاس بتاعك اللي هو اللي انت بتلبسه في الاصلي، هنبعت لك نفس الشوز بنفس المقاس بالظبط. بوجاتي 42، طبعا احنا في عندنا كميه بوجاتي محترمه محترمه جدا يعني. ابعت لنا وقول لنا احنا عايزين قطعه مقاس 42، هنبعت لك كل الكوليكشن بتاع ال 42 ان شاء الله. بوجاتي فلات، جلدها كده عامل زي الجلد اللي هو تحس ان هو جلد مقلوب كده. طبعا هو جلد يعني، مش جلد طبيعي، طبعا جلد معالج صناعي. بس الصناعي دلوقتي اوقات بيبقى اقوى من الطبيعي، بيخش في مراحل كتير جدا من التجربه وكده، فبيدي يعني تفاصيل اعلى من الطبيعي. طبعا الطبيعي لو اتعمل بكواليتي كويس هيروح في اتجاه تاني خالص. 43 سكتشر، طبعا الشوز ده خفيف جدا، فتحات تهويه في كل حته، اير كولد، يعني مش عايز اقول لك يعني. دي اليفر ام مقاس 44 وتلتين اللي هي طول القدم 28 سم ونص. الشوز ده يا جماعه احنا عاملين عليه خصم. القطعه دي سعرها 1700 جنيه. اخر واحده انا كان عندي منها كتير جدا، الحمد لله بعناهم من فتره، لقيت دي وسط الحاجات كده فقلت اوريها لكم برضو الناس اللي عايز تلبس حاجات باسعار مميزه. عندك هنا سليب ان فيها جوجا مات. الشوز ده مليان 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 تفاصيل. في جوجا مات يعني اعلى حاجه ممكن تدوس بيها في الشوز. فيها اير كولد تبريد هواء. الجزمه يعني فيها اعتماديه جدا في الراحه، كومفورتبل، يعني حاجه مريحه جدا جدا جدا. طبعا دي بيبقى برضو محطوط عليها ان هي بتتغسل في الغساله.
ده التيكت ده بتاع الغسال، اللي هو لما يكون الشوز كله شبك وقابل للغسيل. قابل للغسيل لازم تلبس الشوز، وبعد ما تغسله مع اللون بتاعه، لازم تحطه مع اللون بتاعه وتتغسل بميه ساقعه. اي شوز في الدنيا يا جماعه هيتغسل بميه، اي شوز هيتغسل بميه دافيه اللي هي سخنه وعصر، اكيد هيحصل مشاكل، اكيد هيحصل مشاكل. فانت حاول تتجنب موضوع الميه السخنه ده في الشوزات خالص، وحاول تخلي العصر يكون يعني اقل حاجه اللي هو دراي، بس هو يجفف بس. في ناس بتقول لك الشوز ده ما بيتغسلش، الشوز ده بيتغسل، وما بيكونش عارفين ايه اللي بيتغسل وايه اللي مش بيتغسل. بوجاتي 42 تحف في البوجاتي. طبعا البراند ده يا جماعه مظلوم في مصر جدا، مش واخد حقه. بنحاول يعني نجتهد ونعمل كل اللي علينا لما بنجيب حاجه قويه ونوريها لكم باسعار كويسه جدا ومناسبه جدا. 42 بوجاتي شبك، تنفع برضو راننج دي قوي. اللي متعود يلبس حاجه شبك خفيفه، الجزمه دي جامده جدا. سكتشر 44 ونص. الشوز ده وايد وشه عريض شويه، لو حد بيحب يلبس شوز وشه عريض شويه. الالوان السوداء دي بتكون يعني مطلوبه جدا في كل المناسبات وفي الشغل جدا. والفرش بتاعه من تحت، الفرش بتاعه ده يا جماعه رايق قوي. بصوا شايفين ميموري فوم، اعلى حاجه ممكن يعني رجليك تخش فيها في الدنيا. رايق وطري جدا. اللي عنده سكر ربنا يحفظه يا رب، اللي عنده اي امراض ليها علاقه بالشوكه العظميه. كان في شخص كان كتب لي كومنت قال لي اعلى حاجه انا البسها للشوكه العظميه. الكومنت ده انا شفته على يوتيوب، وبصراحه كل لما باجي افتكر ما باخدش يعني ما بديش الكلام حقه. انت لو محتاج حاجه للشوكه العظميه او للالم بتاع الرجل، او حتى لو رجليك فيها مشكله، فيها خشونه، ركبتك فيها خشونه، ظهرك، الفرش ده يعني هي الشوز ممكن يبقى من هنا مش اطرى حاجه، ممكن يبقى طري بس مش جدا يعني. الموضوع كله التكنولوجيا كلها في الفرش يا جماعه. هو ده اللي بياخد كل حاجه، هو ده اللي بيعمل كل حاجه. طبعا في شوزات تانية بتعتمد على انه الفرش يبقى مش اطرى حاجه زي كده، بس يكون نوع الماتيريال بتكون طريه جدا زي الالترا بوست، وزي الحاجات اللي هي اللي ليها علاقه بالايه بالرياضه دي، بتكون احسن في الرياضه. عندك الشوز ده المقاس بتاعه 10 اللي هو 45 10 ونص اللي هو 44 ونص. تحفه من تحف سكتشر. طبعا ده جاي مع الليبل بتاعه. احنا بعض الموديلات ما بيكونش فيها، والبعض التاني بيكون فيها عادي جدا، فاحنا بنوفر لك كل حاجه ممكنه. شوز ده جامد جدا جدا جدا. بص يعني تقدر تقول عليه يعني، بص دي الحاجات دي انت هتدوس عليها تعمل زي ايه يعني، زي تصادم كده، اللي هي ما تقلل الوجع على ظهرك والعمود الفقري. السابو ده برضو في منه كذا مقاس، اسالوا عليه. انا طبعا ظهرت واحد اللي هو ده. عندنا اللونين دول اسال عليهم، اسال على المقاس وعليه خصم جامد جدا. وادي اللون الثالث منهم. يعني انت عندك 3 الوان من السليبر ده، ادي لون تاني واللون الايه الاسود. دول يا جماعه عليهم خصم جامد جدا، بس لو انت بتلبس مقاس 42 خد منهم 43 ونص. الليبل بتاعهم مش موجود عليه. الليبل اللي هنا احنا شايلينه، بنوضح برضو عشان الناس. بصوا اهو ده الليبل بتاعه اهو جوه هنا، يعني لو واضح في الكاميرا الليبل بتاعه بيكون متشال من هنا عشان نخفف عليكم التزامات الحاجات دي. لو جايب البوكس بالليبل من بره هتبقى اسعارها مضاعفه للارقام اللي احنا بنبيع بيها دلوقتي. بوجاتي 42 على الرايق، قطعه رايقه جدا. الووتر بروف وحلاوه الووتر بروف دول احنا عندنا منهم حاجتين. في بعض الووتر بروف جاي معاه ليبل من جوه وكل حاجه، وده بيكون سعره شويه، احنا جبناه من بره من امريكا، بيكون غالي سنه على اللي ما فيهوش ليبل. الفرق ما بينهم ما فيش حاجه، هو الليبل بس. فانت متخيل ان الليبل بس يفرق معاك مثلا 500 600 جنيه اكتر من اللي احنا جايبينه فيه ليبل. فانت الوفر ده كله هيكون ليك. والاثنين اصلي، الاثنين زي بعض، الاثنين كل حاجه، بس ده جاي من مصدر وده جاي من مصدر تاني. ده يا جماعه انا عاملين له فيديو وعليه خصم حلو جدا، اسالوا عليه. ووتر بروف، الميه بتدلق عليه كده مش بيقف خالص، جامد. بعض الموديلات في الووتر بروف هنا اهو ممكن يكون فيها شويه صغيره لزق زياده او خياطه زياده. لهذا السبب احنا عملنا الخصم. ولو انت دخلت اي توكيل عندنا في مصر هتلاقي الكلام اللي انا بقول لك عليه ده موجود عادي جدا. بس احنا لما بيكون في حاجه في منها خصم ممكن بنحاول نعمله عشان الناس تستفاد بيه. الشوز ده برضو احنا عاملين عليه برضو خصم، اسال عليه. ده 43 فقط. عندنا منه كميه كبيره جدا، صورينه برضو في فيديو لوحده مخصوص. شوز محترم واعتمادي قوي قوي قوي. بتغسل برضو في الغساله، اير كولد، تبريد هواء. السكتشرز يا جماعه مواصفات قويه قوي 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 قوي. بوجاتي من الحاجات اللي شكلها يعني فاشون قوي، فيها سوسته شكل بس كده مجرد منظر، تفاصيل جامده. النعل قوي يعني برضو. الفرش بتاعه او الدوز بتاعه مريح جدا جدا. خش على الدبابات البشريه. القطعه دي يا جماعه يعني من الحاجات اللي هي الارمي،
دي بص بتاعت الصعقه، بتاعت الووتر بروف، اعلى درجه ممكن تتخيلها موجوده في الووتر بروف. هنعمل لكم تيست حالا، نبهدل الدنيا للرجاله، بس هنعمل ايه؟ لازم تشوفوا التفاصيل. بصوا يا جماعه، بصوا الشوز ده، بصوا ركزوا هنا، انا هحاول ازوم برضو عشان برضو ايه تشوفوا. شايفين الشوز الميه فيها مش بتقف عليه، ما بيسيبش اثار للميه، كل الشوز يعني في اي حته. بصوا ده يا جماعه مواصفات عاليه جدا من الووتر بروف. لو مش عايز بقى ابهدل الدنيا هنا عشان الشباب يعني بيغلبوا في الحاجات، ربنا يقويهم. الشوز ده بتاع المهمات الثقيله، الناس بتوع اسكندريه، الناس بتوع السواحل اللي في مصر اللي بيبقوا دايما عندهم برد وهواء. مش اي شوز بينفع معاك، انتوا عندكم ملح عالي جدا، درجه الملوحه اسكندريه وفي الاماكن اللي فيها ساحل بيبقوا درجه الملوحه عاليه تاكل الحديد. يعني في اسكندريه الحديد بيتاكل من درجه الملوحه. في ناس تقول لك بعد مثلا 5 شهور ده الشوز ما استحملش. يا جماعه انتوا عندكم انتوا محتاجين حاجات قويه بمواصفات معينه، عايزين زي دي ووتر بروف، عايزين ميريل، عايزين كات، عايزين في الشتاء بالاخص. يعني انا بخاطب اهل اسكندريه في الحته دي بالاخص، لان هم بيعانوا شويه من حته الشوز انه ما بيقعدش وقت طويل، ده من الجو من عندكم يعني. طبعا في حاجات بتعيش طبعا، بس احنا بنتكلم في العموم يعني. دي قطعه مقاس 46. الشوز ده من الشوزات الرايقه جدا اصلا من جوه، يعني الشوز من جوه من هنا مخدوم خدمه رهيبه، كلمه سكتشر في البطن من كل حته، مش معمول كده وخلاص. معرفش بقى واضح ولا لا، بس الكلمه نفسها اللي تحس ان هم عملوا خامه وبعد ما عملوها قاموا مقفلينها بالعكس من جوه ومن بره. عالمي الشوز ده طبعا. كلاسيك فيت، معمول للناس اللي بتلبس كلاسيك شويه او كاجوال، الناس الرايقه. اخر قطعتين معانا، عندك السليب ان السويفت فيت. الشوز ده خفيف قوي قوي، وزنه لا يتعدى ال 150 جرام 200 جرام، خفيف جدا يعني. عندك اسكس او اسكس 48. الحاجات الرياضيه بتاعت زمان الجميله، ان شاء الله هيكون في موديلات رياضيه الفتره اللي جايه قويه قوي. بوجاتي، عشاق الكاجوال، الناس الرايقه، البوجاتي التحفه. احنا يا جماعه بنحاول نوضح في الفيديوهات التفاصيل بتاعت الشوزات، يعني بنحاول نوضح ايه اللي عندنا وايه الشوزات وايه الكلام. الفيديوهات دي مخصوص للكلام ده. لو انت غاوي تتفرج على احذيه هيكون الفيديوهات دي حلوه بالنسبه لك. لو انت ما بتحبش الفيديوهات الطويله ممكن تخش على طول على الانستجرام او على الفيسبوك، تلاقي الكلام ده بينزل صور، تقدر تختار وتشتري اللي انت عايزه. والسلام عليكم.